مساء الفل. تعليق سريع كده على ارتفاع اسعار الذهب في خلال 24 ساعه لاكتر من 11% في سعر الجرام الواحد. يا ترى ايه اللي حصل وليه الذهب بيتحرك بالطريقه السريعه الرهيبه دي، وايه المتوقع انه يحصل في خلال الفتره اللي جايه؟ الفيديو ده انا عامله من غير تحضير، فهقول لكم النقط العشوائيه اللي في دماغي. يعني اول حاجه ان سعر رقيه الفضه يعتبر ما اتحركش لفوق كتير قوي. سعر رقيه الفضه $1950، نزل شويه لحد 1920، فيعتبر ان السعر العالمي اصلا قل. فعندنا المعامل التاني الوحيد اللي ممكن يرفع سعر الذهب هو سعر دولار الذهب محليا. سعر دولار الذهب محليا الفترة اللي فاتت كان بحوالي 40 جنيه، وكان مستقر عند المنطقة دي ما بين 39.5 ل 40 جنيه. اللي حصل انه من خلال نص اليوم من امبارح لحد النهارده سعر دولار الذهب زاد من ساعة، كان وصل لحوالي 43 جنيه ونص، ودلوقتي سعر دولار الذهب وصل لحوالي 45 جنيه. ايه اللي بيحصل؟ وايه الحاجه الغريبه دي اللي تخلي الذهب يطلع 11% في يوم واحد؟ مش الاسعار كانت ثابته والدنيا كانت مستقره وجميله؟ فايه التفاصيل اللي حصلت؟ اولا، الحركه اللي بتحصل دي حركه مضاربيه ليها علاقه بالسوق المحلي. يعني سعر الزياده ده ملوش اي علاقه بالسعر العالمي. السعر العالمي زي ما قلنا بيتحرك بالعرض، وممكن يفضل مكمل شهر او شهرين كمان يتحرك بالعرض، ويبدا ان هو يزيد في اخر 3 شهور او اخر شهرين من السنه. طيب ايه اللي حصل هنا في السوق المحلي؟ عندنا في سيناريوهين او حكايتين الناس بتتكلم عليهم. اول حاجه انه في مشاكل ما بين التجار الكبار اللي موجودين في السوق، والتجار اللي هم التجزئه او يعني بائعين المجوهرات الطبيعيين اللي عندنا. والمشكله دي ناتجه ان التجار الكبار بيعطشوا السوق، لان هم يعني عندهم علم او عندهم معلومه انه الدولار الفتره اللي جايه هيعلى. طيب المعلومه دي جايه منين؟ المعلومه دي جايه من منطقه انه البنك المركزي او مصر عموما عليها ديون كبيره جدا الفتره اللي جايه بالدولار، ومستحقه السداد في الفتره اللي جايه، سواء في الشهر 8 اللي احنا فيه ده او في شهر 9. وده من خلال تصريح صندوق النقد اللي قال لك ان مصر عليها اكتر من 15 مليار دولار يعني واجبين السداد في خلال الشهرين دول. فطبعا دي تعتبر جزء من الديون، مش الديون كلها كمان. فده معناه ان هيكون في ضغط كبير جدا على الدولار. طيب هل البنك المركزي قادر ان هو يجمع دولار عشان خاطر يدفع بيه المبالغ الكبيره دي من الديون؟ في اعتقادي انه تحويلات المصريين من الخارج او في الخارج قلت بنسبه كبيره جدا الفتره اللي فاتت، يمكن قلت حوالي 25%، والكلام ده كان في شهر مارس اللي فات. واعتقد النسبه زادت شويه دلوقتي، وصلت مثلا لحوالي 35 او 40%. فالمصريين في الخارج بيعملوا حاجه يعني ايه غريبه شويه، ان هو بيدي فلوسه لتاجر صرافه موجود بره، يديله فلوسه بالدولار، والتاجر ده يبدلها له على سعر السوق السوداء ويدخلها للناس هنا في مصر. يعني بيكون في وسيط في مصر ووسيط في الدوله اللي موجود فيها الراجل اللي شغال بره. فخد يا عم $100 دي بدلها لي مثلا ب 38 39 جنيه، هتوديها للعنوان الفلاني، او هبعت لك شخص من اهلي في مصر للوسيط بتاعك في مصر وياخد الفلوس. فده خلى ان في جزء كبير قوي من العمله الصعبه او مصدر الدخل بتاع العمله الصعبه اللي هو يعتبر اول مصدر دخل لينا بدا ان هو يقل وما عادش بيجي بشكل كبير. فده طبعا عمل عجز يعتبر في احتياطي العمله الصعبه عندنا في البنك المركزي. فده نتج عنه ان البنك المركزي مش قادر ان هو يكون عنده حصيله دولاريه. طيب البنك المركزي متوفر عنده ايه؟ متوفر عنده كميه كبيره من الجنيه، وده طبيعي طبعا، البنك المركزي هو اللي بيطبع الجنيه. فالعمله الوحيده او الاسيت الوحيد اللي تقدر تجيبه وتقدر تبدله بالدولار او تقدر تدفع بيه ديونك هو الذهب. فدي القصه الثانيه اللي بيتكلموا عليها، وهو ان البنك المركزي بدا ان هو يتحرك ويجمع كميات كبيره جدا من الذهب. سواء بقى الذهب اللي جاي من اخواتنا السودانيين او الذهب اللي موجود في مصر، دي مش هتفرق، لان ايا كان الذهب اللي جاي من السودان، فحتى لو هو حتى لو كميه كبيره هتتبلع بسهوله جدا في السوق المصري. فالسيناريو بيقول ان البنك المركزي بيجمع ذهب عشان خاطر يزود الاحتياطي بتاعه من الذهب، وده اكتر منطقيه، لان فعلا البنك المركزي نفسه اعلن الفتره اللي فاتت ان هو زود كميه الاحتياطي بتاعه بالوزن من الذهب. فالبنك المركزي بقى عنده كميه اكبر من الذهب، فده بيعتبر تحوط في الاوقات اللي بيكون فيها قلق او فيها حروب او فيها مشاكل، او بيكون في قلق من موضوع ان الدولار يقدر يكمل صعوده او يفضل مكمل عموما. المهم نخش في النقطه المفيده، ان البنك المركزي بيجمع الذهب بطريقه كبيره جدا، ومعاه التجار الكبار برضه بيعطشوا السوق من الذهب لان هم شايفين ان هو استثمار كبير. فالذهب في يوم وليله طلع 11%. ايه المتوقع الفتره اللي جايه؟ متوقع الفتره اللي جايه انه الذهب هيفضل مستمر في الطلب عليه بالنسبه للسعر محليا. يعني احنا بنتكلم انه لو احنا فعلا عليه 15 مليار دولار واجبين الدفع، فالبنك المركزي هيفضل يجمع كميات من الذهب، هو او اي مكان التجار الكبار اللي بيبقى عندهم علم بنفس المعلومه، وده هيفضل يزود اسعار الذهب باستمرار.
الكلام ده هيوصلنا لايه؟ هيوصلنا ان الذهب ممكن يطلع بسهوله جدا عيار 24 ممكن يطلع تاني لحد 3000 جنيه. هل الكلام ده منطقي على السعر العالمي؟ لا مش منطقي، ولكن احنا بنقول ان سعر دولار الذهب طلع في يوم وليله من 40 جنيه ل 45 جنيه. فايه اللي هيحصل وايه اللي جاي؟ الله اعلم بيه في السوق المحلي. اما بالنسبه للسعر العالمي فاحنا اتكلمنا قلنا انه هيطلع كده كده من 2000 دولار، اول ما يكسرها هيطلع ل 2300 ثم 2500. ومعاك دلوقتي سعر دولار الذهب في السوق المحلي 45 جنيه. اغلب الظن وده اللي انا متوقعه في الكلام اللي قلته قبل كده ان هو هيكمل لحد 50 جنيه. فعندك حوالي يعني زياده 5 جنيه، 5 على 45 النسبه 1 على 9، وعندك زياده كمان في السعر العالمي حوالي 300 على 2000، بتتكلم في حوالي 15% تقريبا. فرقم ضخم وزياده كبيره هتيجي في الدهب في خلال الكام شهر اللي جايين دول. بنتكلم دايما بنتكلم في رينج 6 شهور، شهر 1 وشهر 2 من السنه الجديده. دايما بيكون ذروه انطلاق الذهب وقمته بتكون من شهر 1 لشهر 3. فدايما شهر 1 او شهر 2 هتلاقي فيهم قمه الذهب بتحصل، وبعدها هيبان بقى اكتر بالنسبه للدولار الوضع هيكون ايه. هل الدولار هيبتدي ان هو يقع شويه بسبب مجموعه البريكس والخناقات اللي حاصله ما بين روسيا والصين؟ ساعتها هنحدث يعني باذن الله. ولكن ده باختصار القصه اللي حاصله في مصر، ان في تجار كبار وفي الاغلب البنك المركزي بيجمعوا كميات كبيره من الذهب عشان خاطر يحاولوا يسددوا الديون اللي موجوده علينا في خلال شهر 8 وشهر 9. فادي القصه كلها عندك. طبعا القرار في اللحظه دي هو مسؤوليتك انت، انا بوضح لك المعلومات لكن ما اقدرش اقول لك خد قرار. لكن احنا بنعمل الموضوع ده عشان خاطر نفيد الناس ونحاول ان احنا باقصى قدر ممكن نحافظ على مدخراتهم. وربنا يوفقكم جميعا. سلام.